احنا في مجال التكنولوجيا الحيويه في مصر مجال واعد جدا. عشان ادور على الفكره انا مش محتاج اجهد نفسي هي ايه المشكلات اللي بتواجه مصر. اكبر مشكله بتواجه مصر حاليا محدوديه الميه. والآن مع محاضرة دور حاضنة الأعمال للتكنولوجيا الحيوية في دعم السوق التجاري للتكنولوجيا الحيوية، يقدمها لنا أستاذ دكتور أشرف بكري. معلش بقى انا حافظكم النهارده. النهارده انا بتكلم على احنا عملنا فورم على الموقع عشان نشوف الحضور بتوعنا محتاجين ايه ومحتاجين يعرفوا ايه. فانا واضح اللي دخلوا المره دي ما كانوش معانا في لقاء التعريف. فهنبدا تاني بعجاله سريعه وضع التكنولوجيا الحيويه وازاي ابدا افكر في الفكره، ازاي من بدايه ما تكون فكره لحد ما تتحول لشركه اعرف احقق منها اهدافي اللي انا اخترتها من البدايه. وطبعا لو ما حققتش فلوس منها يبقى الفكره ملهاش قيمه. صحيح هبقى سعيد ان انا بفكر، سعيد ان انا بتعمل لي حاله من الاشباع النفسي، لكن لو ما عرفتش اطلع منها واحولها لفلوس يبقى ملهاش لازمه. طيب التكنولوجيا الحيويه وده الحاجه اللي بتبقى بتعين على دماغنا، هل هو مجال جديد؟ هل هو مجال صعب ان نحقق منه فلوس زي بقيه المجالات ولا لا؟ احنا زي ما احنا عارفين واعتقد الغالبيه العظمى من الحاضرين لهم اتصال بمجال التكنولوجيا الحيويه. في ابسط تعريف بتاعها اللي احنا دايما بنقوله استغلال كائن حي او جزء منه في تحقيق منفعه. زي ما ده واضح مفيش فيها كلام. عشان اشتغل في التكنولوجيا الحيويه محتاج يكون عندي شويه اساسيات اللي انا بتعلمها على مدار الكليه في مجالات متعدده، ولازم يكون عندي لو انا بحول تاني من فكره لفلوس لازم يكون انا مالتي تاسك، لازم يكون عندي اكتر من مهاره في اكتر من مجال من المجالات علشان احول الفكره دي. في التكنولوجيا الحيويه وانا بختار علشان اعمل الفلوس بتاعتي، هل اروح على اصعب حاجه ولا ابدا من السهل واتدرج فيه؟ اول امبارح كنت مع حد من رواد الاعمال اللي بيفكر يعمل انتاج ورق وينتج لب من البدايه. فبقول ده احنا ما عندناش غير مصانع كبيره وهيوج قوي، ده انت رايح تحط نفسك في حاجه صعبه قوي. انت بدات ازاي؟ علشان يبدا ابسط مثال شرحه ايه؟ قال انا عشان ابدا في مجال تصنيع الورق بدات في الاول خالص ان انا اتاجر في الورق. بعد ما خلصت تجاره في الورق وعرفت المصادر بتاع الورق بدات اخد جزء منه ان انا اغير طبيعه الورق اللي موجود. بعد ما بدا يغير طبيعه الورق بدا ينتج انواع جديده ويضيف قيمه مضافه للورق وينوع التطبيقات بتاعته. بعد كده بدا يغير من الخصائص التكنولوجيه بتاعت الورق، وكل ده لسه ما بدأش في الانتاج. اول ما وصل وبقى عنده مهاره وعنده السوق بتاعه بدا يفكر في الخطوه الاخيره اللي هو انتاج اللب علشان يصنع من البدايه لحد النهايه. طيب لما اقول التكنولوجيا الحيويه هنا برضو نفس الحكايه، انا مش مطلوب مني ان انا ابدع واطلع فكره ما حدش عملها قبل كده. احنا في مجال التكنولوجيا الحيويه في مصر مجال واعد جدا. عشان ادور على الفكره انا مش محتاج اجهد نفسي هي ايه المشكلات اللي بتواجه مصر. اكبر مشكله بتواجه مصر حاليا محدوديه الميه. احنا بلد متوسط نصيب الفرد فيها تقريبا 500 متر مكعب ميه في السنه، وده اقل من الحد الفقر المائي في العالم كله. ودي مشكله بتخلينا نلجا لتحليه الميه، وكتير من المحافظات الساحليه بتعتمد على تحليه الميه في الشرب. رقم 2 عندنا مشكله
في الرقعة الزراعية احنا تقريبا نصيب الفرد في مصر ما بيزيدش عن 2 قيراط، 10 مليون فدان على 105، فنصيب الفرد قليل قوي. على الرغم من المساحة المحدودة دي احنا في قطاع الزراعة هو أروع وأرقى قطاع يخدم الاقتصاد المصري. احنا بنقول ده ومفيش حد يدافع عن بتاع زراعة. احنا مفيش محصول بيتزرع في جمهورية مصر العربية الا ترتيبنا يا الاول، اقصى رقم بنوصل للثالث او الرابع. احنا بمحدودية المساحة ده رقم 1 في العالم في تصدير البرتقال، ومصدرين السنة دي في السبع شهور اللي فاتوا دول فوق 1,150,000 طن برتقال موالح. بمحدودية المساحة دي مصدرين 950,000 طن بطاطس. بمحدودية المساحة دي ترتيبنا الرابع في العالم في تصدير النباتات الطبية. بمساحتنا دي احنا رقم 1 في متوسط انتاجية. اكبر مشكلة بتواجه قطاع الزراعة واللي بنتفضح بسببها ان احنا ما بننتجش الاكل بتاعنا القمح. احنا في القمح معدل انتاج الفدان عندنا في مصر هو رقم 1 في العالم. انتاج وحدة المساحة عندنا هي الواحد في العالم. لا ينافسنا الا انجلترا، وعلشان الصنف اللي موجود عندها طويل العمر بتاعه، عدد الشهور بتاعته بيفضل في الارض 7 شهور ل 8 شهور. لكن الاصناف بتاعتنا اللي بتتزرع احنا ارقى اصناف قمح موجوده في العالم، اعلى متوسط انتاج، اعلى نسبه بروتين، اعلى جوده في العالم هي اللي موجوده في مصر. ايه المشكله؟ المشكله عندنا اداره في عدد المساحه اللي موجوده المتاحه علشان تتزرع. هنا بقى القطاع الزراعي والبحث اللي موجود فيه قطاع ناجح وواعي، ومفروض ان احنا نسعد ان احنا في القطاع ده، لان القطاع ده بامكانياتنا اللي موجوده عندنا احنا عاملين اللي علينا. ان تطوير السلالات اللي موجوده، تطوير الاصناف، استنتاج الاصناف المتحمله لظروف الاجهاد اللي موجوده عندنا احنا ناجحين فيه. طب ايه المشكله؟ المشكله جايه منين؟ المشكله النهارده عدم استغلال المشكله اللي الناس كلها بتبص ليها ان احنا عدد السكان بتاعنا كتير، لكن معظمنا شباب. معظمنا النهارده لو انا ببص القوه العامله اللي موجوده احنا اعلى معدل شباب في العالم. احنا المستوى العمر المنتج هو الاعلى في جمهوريه مصر العربيه، لكن لا يتم استغلاله وادارته بالقدر الكافي، لانه ما اتدربش على ان هو يحول الفكره اللي موجوده لعمل. النهارده وانا بقول في البدايه بقول ان عدد زوار الموقع عندنا عدى 6,500 او 6,800 زائر. ده مترجم بكام؟ ان كام واحد عمل الابلكيشن. طب احنا وصلنا ل 6,000 مهتم بالتكنولوجيا الحيويه. كام واحد بقى دخل عمل ابلكيشن؟ عدد قليل. كام واحد كان عنده الجرأه ان هو يجي لحد عندنا بقى او نتصل بيه ونجيبه؟ عدد اقل. طب مين اللي عنده الجلد ان هو يستمر؟ عدد اقل. لان احنا دايما بنقول وبينطبق علينا القاعده دي الاساسيه ان النهارده عندنا نحن شعب لا نقرأ، واذا قرأنا لا نفهم، واذا فهمنا لا نطبق ما فهمناه. وبالتالي ده القصه. النهارده احنا عارفين المشكله لكن مش قادرين نقتحمها وناخد نتدرب على الرياده فيها علشان نحولها لانتاج. اما بقول ان انا وانا بشتغل في البايو تكنولوجي اروح لانهي قطاع؟ مجال التكنولوجيا الحيويه بيحقق حجمه في السوق في العالم كذا تريليون. القطاعات اللي واعده اللي موجوده منه هي ايه؟ اللي موجوده منه النهارده معدل النمو بتاع القطاع التكنولوجيا الحيويه، اما اقول المعدل النمو 12.8، ده معناه نسبه عاليه جدا. يعني الاستثمار فيه يستوعب الزياده. عدد القطاعات اللي موجوده فيه من المتوقع انه يوصل ل 3.2 تريليون 30. حجم مرعب من الارقام. 3.3 او 3.2 تريليون دولار. انا عايز منهم كام؟ احنا كبلد محتاجين منهم كام؟ ولا 1%. احنا اي رقم هيحقق لنا الرغبه بتاعتنا. النهارده لو انا حبيت نفسي واشتغلت على نفسي وكل واحد عمل كده، اعتقد ان احنا هنحقق نجاح غير عادي. القطاعات البايوتكنولوجي اللي احنا بنقول ان القابله للتطبيق بسرعه والدخول فيها في قطاع الصيدله
معدل النمو بتاعها 13%. في الصناعه الاندستريال 2.4، في الاجريكلتشر 13.2. ده اما اقول الارقام دي معناها ان القطاعات اللي احنا بنتبناها في الحاضنه قطاعات واعده جدا للاستثمار. اما بقول قد ايه بتساهم كل قطاع من ده، بل قطاع الصيدله بيمثل 41%، الاندستريال بيتمثل 24%، الزراعه بتمثل 20%. عارفين 20% من 3.2 تريليون يعني قد ايه؟ يعني رقم كبير جدا، يعني تقريبا 600 مليار دولار. ده رقم هيوج، اي نسبه منه تساهم به مصر هتغير من طبيعه الاقتصاد المصري. في داخل القطاعات اللي موجوده في الصناعه في البايوتكنولوجيا بصفه عامه، ايه اللي ممكن يحقق؟ الفيرمنتيشن، التيشو انجينيرنج، البي سي ار تكنولوجي، كل دي مجالات ممكن معدل النمو بتاعها ومعدل ضخ فلوس بتاعتها في السوق ارقام كبيره جدا. الارقام دي بتخلينا لما اقول اي شركه او اي فكره افكر فيها معدل نجاحها هيبقى عامل ازاي. واحنا بنختار الفكره لازم اشوف الناس اللي قبلي عملت ايه. الفكره دي بتحتاج فلوس قد ايه علشان تتحول من مستوى فكره تاخد R&D عشان تجيب فلوس قد ايه، وتاخد زمن قد ايه. لو زاد الزمن وزادت تكلفه الR&D يبقى لازم ارجع لورا شويه. لو قل يبقى انا ادخل وانا مطمن، لان انا دايما بتكلم في انا ببدا صغير، فما اروحش اختار اصعب حاجه. احنا ديننا علمنا كده، يعني اذا خيرنا بين امرين فبنختار الاسهل. اما جيده ادخل على الاصعب منه، ادخل على الاصعب. ايه التحديات اللي بتواجه قطاع البايوتكنولوجي في مصر؟ ايه التحديات؟ اكبر تحديات ممكن تواجه القطاع اللي موجود. الاخلاقيات والقضايا الاجتماعيه. طبعا لما بنتكلم على التكنولوجيا الحيويه، الولاد دايما وهم خريجين جداد انا عايز اعمل دواء للسرطان، انا عايز انقل جينات. ما هو ده حلو كويس، بس انا رايح للحته الكبيره ليه؟ اللي محتاجه فلوس ليه؟ انا اتعلمتها صحيح في الكليه ومارستها، لكن طب هترجمها ازاي؟ هعمل بيها ايه؟ النهارده ما اقول الاخلاقيات، هل الاخلاقيات وانا بشتغل مع الانسان زي النبات زي الحيوان؟ لا طبعا. وانا بتعامل مع النبات بيبقى سهل، بتعامل مع الحيوان سهل عادي، لكن وانا بتعامل مع الانسان انا عندي ريجوليشن كبيره جدا وقواعد حاكمه كتير جدا، فتخليني لا ان انا اتريث شويه. واما اجي اصرف هنا وانا بصرف هصرف قد ايه؟ المنافسه. لا شك ان التعامل مع الانسان والادويه هو كنز من الكنوز اللي بيحقق كنز علي بابا. وبالتالي الناس اللي عندها مقدره هتدخل تنافس فيه اعلى. وبالتالي وانا صغير وما معيش فلوس اروح انافسهم ليه؟ ما انا خليني ابعد. على الرغم ان الشركات الناشئه ممكن بسهوله جدا تنافس الشركات الكبيره، لان الشركات الكبيره عندها قواعد حاكمه صارمه، وعندها حجم مصروف على مرتبات وعلى تطوير وعلى حاجات كتير جدا اكبر من ان الصغير يستحملها. الصغير ده ممكن انا اقبل وانا بشتغل في شركه اخد 5000 جنيه، لكن الشركه هناك المالتي ناشونال بتدي 5000 دولار، فتكلفه الوحده عنده عاليه، انا تكلفته قليله. وبالتالي هنا المنافسه ظاهريا للشركات الكبيره، لكن حقيقيا للشركات الناشئه الصغيره اللي هو ممكن يشتغل على نفسه ويطور نفسه بسرعه عشان ينتج منتج اللي هي في صالحه. اللي دايما الشركات بتشتغل عليها ايه؟ وانا بشتغل في شركه صغيره عيني على ازاي ان انا هبيعها لشركه من الشركات الكبيره اللي بتشتغل في نفس المجال بتاعي. التشريعات والقوانين، احنا متخيلين وانا بعمل سمان حيوي هاخد نفس الريجوليشن وانا بعمل لقاح من البكتيريا. يعني خلينا اهو انا هنتج بكتيريا عشان استخدمها في الارض للنبات، هاخد نفس الريجوليشن
ونفس القواعد والقوانين وانا بنتجها نفس النوع البكتيريا قريب منه او سلاله ثانيه عشان استخدمها لقاح للحيوان، لا اعلى طبعا وقواعد اكتر. نفس الحاجه لو انا بستخدمها فاكسين للانسان او لو انا بنتج حاجه لتغذيه الانسان هتبقى اكثر تعقيدا، وبالتالي ما بقول ان انا اختار مجال يكون اسهل. تكلفة التكنولوجيا الحيوية مكلفة للبحث والتطوير، وزي ما احنا شفنا في السلايدز اللي قبل كده لو كنا خدنا بالنا منها حجم المليارات اللي بتتصرف على تطوير الأدوية بالملايين وبالسنين الطويلة جدا لحد ما خرج دواء. لكن وانا بشتغل على تطوير سلالة علشان اشتغل بيها مع السمك، الولاد اللي شغالين على تطوير السلالة السلالة اللي شايل الأمونيا كلفنا كتير، وانا بعمل مركب لمقاومه امراض الفيروسيه في الطماطم، هل انا صرفت ملايين؟ ما صرفتش حاجه. لكن وانا بتكلم على الانسان هصرف كتير، فهنا وانا اختار الافكار البسيطه اللي ممكن بسهوله جدا داخل معمل من المعامل الصغيره اللي انا ممكن اقدر اشتغل بيها. التقنيه في التكنولوجيا الحيويه برغم احنا بنقلق انا هشتغل بقى كريسبر، هشتغل نقل جينات، هجيب الكيتس منين، هجيب الحاجه منين، هي الاجهزه بتاعتها غاليه، لو انا حبيت ان انا اتاكد كل دي مصاريف عاليه جدا. طيب وانا ليه؟ ده انا في فلاسكه صغيره ممكن انتج بكتيريا تنتج لي انزيم. تخيلوا احنا في التكنولوجيا الحيويه مصر بتستورد 100% من الانزيمات اللي بتحتاجها في كل القطاعات، سواء على المستوى المولكولر لحد مستوى تصنيع الجنس والأغذية. بنستورد كل الفيتامينات. ده مجال خصب ان احنا نشتغل فيه بسهولة جدا. دي تطبيقات التكنولوجيا الحيوية اللي احنا دايما بنتكلم فيها، سواء في الزراعة، في النبات، في الحيوان، سواء في الأسماك إنتاج الطحالب أو التشخيص أو في الصناعة أو في البيئة أو في استخدام الحشرات في التكنولوجيا الحيوية، سواء في المكملات الغذائية أو إنتاج بدائل البروتين أو استخدامها في تدوير البلاستيك أو استخدامها في إنتاج الحرير أو استخدامها في إنتاج العسل أو حاجات كتير جدا في التطبيقات اللي سهلة إن أنا أروح الصبح أشتغل، مش محتاج إن أنا أعقد نفسي ولازم أنقل جينات. القطاعات دي كلها مشاكل بتواجه القطاع المصري. يعني تخيلوا احنا في الانتاج النباتي اكتر من 80% من انتاج تقاوي الخضر بنستورده. فتخيلوا لو حد دخل علشان ينتج صنف جديد من التقاوي هياخد منه كام؟ سنة سنتين ولا حاجة ايه؟ علشان يطور حاجة. هل ده صعب؟ كل ده بيتم تدريبه علينا في قلب الكلية. النهاردة عدد النباتات اللي موجودة في مصر من الخضار لو كل شركة اشتغلت على صنف واحد مفيش منافس. احنا بنستورد بطاطس تقاوي ب 150 مليون دولار. 150 مليون دولار دول رقمهم كام؟ نضربهم في 50 ب 750 مليون جنيه مصري. يستوعب كم شركة تشتغل في إنتاج تقاوي البطاطس؟ كم شركة؟ هل إنتاج البطاطس بقى حكم؟ النهاردة مفيش معلومة صعب الحصول عليها. مفيش معلومة صعب الحصول عليها. كم شركة ممكن تشتغل لإنتاج تقاوي البطاطس؟ إحنا بنستورد 150 مليون وبنصدر تاني بطاطس بصحيح 950 ألف طن، لكن يا حلاوة. وبعدين كم شركة ممكن تشتغل؟ قصب. اما بنتكلم على انتاج تقاوي القصب، شتلات القصب احنا بنزرع 400,000 فدان قصب، لو بتجددوا كل 5 سنين يعني 80,000 فدان في 7,000 شتلة بكام مليون شتلة؟ كم معمل ممكن يشتغل في انتاجهم؟ مش محتاج بقى انقل بعد كده اعمل. لكن ده قطاعات واعده للاستثمار بشكل عالي جدا. وتاني بقول في الشركات الناشئه مش مطلوب مني ان انا اجيب فكره واو محدش عملها قبل كده، يا حبذا لو ده حصل. لكن الاول ادخل زي الناس.
الاسبوع اللي فات في شركه من في الولاد، في بحث من البحوث الولاد جايين عندهم كبت وزعلانين وبينتجوا مركب لانتاج النباتات. طب احنا لو انتجناه احنا هنعرف نبيع؟ انا اقول لكم مثلا نباتات، احنا ال 10 مليون فدان بتاعنا منهم 8 مليون فدان مصابين. الفدان بيتكلف مكافحه نباتات من اول 2000 لحد 100,000. يعني التعقيم بالغاز بيكلف الفدان 100,000، وفي ناس في مصر بتعقم وبتصرف ال 100,000، وفي ناس ما بتقدرش وبتصرف 2000 جنيه. انا لو ضربت في المتوسط 10,000 جنيه فحجم السوق هيوج جدا. النهارده هل انا كل يوم اما اعمل مركب جديد هل انا مش هعرف ابيع؟ لا هبيع. هو انا عايز كام من الحصه بتاعتي؟ انا عايز اجيب فلوس قد ايه من السوق اللي موجود؟ حجم السوق بتاع النباتوده بس كام مليار جنيه مصري؟ فانا اقدر اي رقم انا محتاجه ان انا اجيب منه هجيب. كل يوم بيطلع مركب جديد وبيتطور مركب جديد. عدد المصانع اللي متسجله في مصر للانتاج الاسمده حوالي 2500 مصنع. 2500 مصنع عندهم فوق ال 3000 مركب. طب لو حد انتج جديد هيشتغل. نفس الحكايه في انتاج الاسمده. النهارده احنا عندنا شركتين بيشتغلوا مع السمك. النهارده احنا عندنا شواطئ ملهاش حدود، عندنا ميه نيل بحيرات برقم كبير جدا، ومع ذلك احنا بنستورد سمك. كارثه ولا مش كارثه؟ طب بتاع التكنولوجي يا اما ينقل الجينات يا اما بلاش. قطاع الاسماك ده بقول ده قطاع واحد يستوعب كل خريجين البايوتكنولوجي، لانه قطاع فيه كم مشاكل غير عاديه وتايه بين اقسام الاسماك اللي موجوده في الزراعه وكليات الثروه السمكيه والطب البيطري، وتايه بين وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه ووزاره البحث العلمي. مين اللي مشرف على السمك ومين اللي صاحب الليل؟ التغذيه عندنا مشكله فيه، علف السمك مشكله فيه، امراضه فيها مشكله. بتاع البايوتكنولوجي عنده تحت ايديه كنز لانتاج لقاحات للسمك، تشخيص امراض، انتاج الزريعه بتاعته، تحسين السلالات اللي موجوده. تخيلوا احنا في السمك بننتج نص سنه ونريح المزارع كلها نص سنه عشان ما عندناش حد اتصدى ليه لوجود سلالات تتحمل البروده اللي موجوده. بنستخدم هرمونات في انتاج السمك لان ما عندناش حلول للكلام ده. دي كلها مشاكل مش محتاجه اتعب نفسي وادور، هي المشاكل اوريدي موجوده. احنا بنستورد علف للسمك والفراخ والحيوانات، بنستورد 6.5 مليون طن فول صويا، 11 مليون طن ذره صفراء، ارقام مرعبه بنستوردها. هل انا ما عنديش حل من الحلول البايوتكنولوجي؟ النهارده بسم الله ما شاء الله عدد خريجين البايوتكنولوجي في جمهوريه مصر العربيه سواء في كليات الزراعه او علوم او الكليات الخاصه او الكليات الاهليه عدد مرعب كل سنه، وكلهم قاعدين مستنيين عشان يا اما ينتج دواء للسرطان او يلبس بلطو عشان يشتغل في معمل تحاليل، وسايب المشاكل اللي ممكن تحقق له عوائد في التطبيقات الصناعيه والتخمرات. ما عندناش احماض امينيه بننتجها، دي كارثه. بنستوردها بالكاد كده، بننتج بلق على بعض، احماض عضويه، مضادات حيويه. ده مجال يخلي الناس كل الخريجين بتوعنا كلهم لو اشتغلوا مفيش فيها مشكله. في الاسمده النهارده، في الاسمده انا السوق بتاعي عدد المحاصيل اللي بتتزرع ال 10 مليون فدان دول منهم 3/4 بيتزرعوا علبتين، وعندي لقاحات من تثبيت النيتروجين وتيسير الفوسفور وتيسير البوتاسيوم. لو كل واحد من الخريجين عمل معمل صغير لانتاج البكتيريا وباعها هيبيع ويكسب احسن بكتير جدا من مرتبه في اي شركه. تدوير المخلفات العضويه، تدوير المخلفات العضويه بكل انواعها لانتاج. النهارده لو احنا شفنا كميه المخلفات العضويه المتاحه علشان احقق منها وانتج منها باي برودكت لا نهائيه، سواء في انتاج العلف او استخدامها في انتاج كومبوست او استخدامها في انتاج مركبات لها قيمه عاليه جدا او انتاج الورق. في استخدام الحشرات واحنا اتكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده. النهارده سواء احنا في الحرير
احنا كسوة الكعبة كانت بتطلع من مصر عشان كنا متميزين في انتاج الحرير، وما كانش حد بينافسنا غير ايران، الصين الاول وبعد كده ايران. النهارده انتاجنا من الحرير لا يتعدى ال 150 كيلو، بيتقال طن ونص في السنه، لكن انا اؤكد ان ما بيعديش ال 150 ل 200 كيلو. وزاره التضامن بتستورد 350 طن علشان تكملهم للناس اللي عاملين مشغولات علشان تشتغل عليهم. ما عندناش، بنستورد بيض حشرات. الجرام العله بتاعت البيض بتاع اليرقات بتاع دوت الاز ب 1200 جنيه النهارده، اغلى من بيض الفراخ. في مشكله ان حد يجوز حشرتين عشان يبيضوا؟ في مشكله؟ لا، مفيش مشكله عند بتاع التكنولوجي، مفيش مشكله. يعني احنا في كارثه. في مشكله علشان اوجد توت بمواصفات كويسه يتلائم مع ظروف المناخ بتاعنا، عشان نتحول من ان احنا كان لنا رنك على العالم في انتاج الحرير ان احنا ما عندناش حرير. في مشكله ان انا استخدم الاكيتا في التغذيه. بالمناسبه الاستاذ عمرو صادق بتاع انتركاب من الناس المهتمه جدا واللي بياكل الاكيتا ده صرصور الخيط، نسبه البروتين بتاعته عاليه ونسبه الفيتامين بي 12 عالي جدا. هل في مشكله ان انا اربي البي اس اف؟ البي اس اف نسبه البروتين بتاعتها 54%، بتاكل مخلفات، كل 5 كيلو من المخلفات بتديني كيلو يرقات. هل في مشكله ان انا اعمل اوضه 3 في 3 وانتج منها؟ انا عايز احقق فلوس قد ايه؟ انت قاعده بتدي بحصه ليه؟ انت المشكله عندي. في مشكله ان انا انتج منها واعمله بديل علف؟ لا، مفيش مشكله. المشكله دايما ان النهارده ان احنا لازم نغير فكرنا، لازم ابقى عندي قناعه زي ما انا قلت المثال بتاع الورق، ان انا عايز ابدا النشاط، ابدا اشتغل مع شركه من الشركات اللي بتشتغل. وده حظنا كويس ان النهارده في جامعه عين شمس ان احنا هنزود عدد الشركات اللي بتشتغل في التكنولوجيا الحيويه. وبعد كده بعد ما اتدرب اخد الخبره ان انا امارس الكلام ده على خفيف. بعد كده انا حر بقى، انا جات لي الخبره، عايز انقل جيناتك، عايز ابدا اطور دواء اطور، ما عنديش مشكله. نيجي بقى للقصه الاساسيه اللي دايما هو فعلا احنا هناخد فلوس والجماعه دول هيدوا فلوس منين؟ الفلوس دي مش فلوسي ولا فلوس حد، دي الاكاديميه مشروع قومي. النهارده عدد الشركات اللي بتتبناها اكاديميه البحث العلمي من خلال برنامج انطلاق اكتر من 500 شركه، منهم 300 خلاص خرجوا وال200 تحت الاحتضان. نجاح الاكاديميه في وجود شركات تقدر تعتمد على نفسها وتستوعب قوه عامله. يعني الفلوس دي بتاعت الدوله، يعني الفلوس ده مش انا اللي هديها للناس، وبالتالي ما فيش حد يبقى متخوف ان النهارده والله بنديها ليه؟ هل بنديها بدون مقابل؟ لا، المقابل كبير على الوطن، كبير جدا. ان النهارده ان على الاقل توفير فرصه عمل لاي حد مكلفه جدا، لكن ما بالك بربع الرقم ده انا بعمل شركه بتستوعب 5 و6. طب احنا الاكاديميه هتستفيد ايه؟ دي فلوس الدوله، واحد. رقم 2 ان الشركه لو نجحت هي لها حصه فيها. طب احنا كحاضنه في عين شمس لو الشركه نجحت احنا واخدين حصه فيها. فهنا النهارده لازم نقف كلنا ونتكاتف علشان الشركه تنجح. النهارده طب الفلوس دي اللي بيتبادل ازاي؟ هتتاخد سيوله؟ لا، بعينها. يعني ما حدش يفكر الشيكات هي ان هو هياخد الشيك ويروح يبقى خلاص الفلوس في جيبه. لا لا لا، زي ما انا قلت احنا لنا حصه، فاحنا عايزين نطمن الناس تعرف ترجع لنا الفلوس، ورقم الفلوس اللي هيرجع ده برضه هيدور في شركه ثانيه. ده باختصار اللي انا حبيت اقوله النهارده. تاني باكد النهارده احنا هنعلن في شركات هتفوز بالفلوس، وكل
كل الشركات فازت بالتدريب، كلها فازت بان هي عملت علاقات، كلها فازت بان النهارده ان هي هتستمر وفريق الحاضنه بالكامل هيفضل معاها وكانها موجوده بالكامل، وهنجيب لها تمويل حتى اللي ما حققوش الحظ، لان انا مؤكد اللي ما خدش التمويل هو كان السبب فيه، اللي ما خدش التمويل هو كان السبب فيه. لقيت في خلال التدريب بتاعه في عدم التزامه، في عدم مداومته، في مماطلته، في انطباع ما اداش انطباع ان هو يقدر يعتمد على نفسه، ان هو يدير القصه، ان هو ما نقدرش نثق ان هو يرجع لنا فلوسنا تاني، وبالتالي النهارده انا بتمنى لكم حظ سعيد وشكرا ليكم، وانا سعيد جدا ان انا كنت بينكم النهارده.